مرحبا حبايب قلبي، عساكم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله الجميع. اليوم حابة إنه أنزل لكم مقبلات. اليوم الوجبة الأولى من المقبلات، يعني راح أسوي لكم فيديوين مقبلات لأنه رمضان بالفطور ما يحلى إذا ما أكو مقبلات، وأكو منهم يعني أنتوا راح تشوفوهم دايت، واكو منهم انه مايونيز وراشي وهاي السوالف. فانتوا تعرفون الدايت ياهو من عندهم والما دايت ياهو من عندهم. فاليوم هاي اول وحده راح تكون كلش تصلح لاهل الدايت اللي يريدون يعني حتى ياخذوها كوجبه سحور. شنو اللي عندي هنا رمان، بقدونس، جزر وشمندر او شوندر مسلوق يكون عندي. طبعا الكمية انتو براحتكم، بعد انا اليوم اسوي عدة مقبلات بس مو هواية، بس على مود انتو تاخذون فكرة برمضان حتى تخزنون الفيديو تكتبوهم حتى يوميا تسوي لكم مقبلات، يعني مقبلات وحدة اثنين اللي تحبوا. هسه راح نخلي هذولا على كلهم مع بعض. طبعا نحتاج الملح ودبس الرمان فقط، هذا اللي اليوم نحتاجه. هسه راح نخلي هاي المكونات كلها مع بعض، خليها بالكاسة. سهلة وبسيطة كلش وطيبة بنفس الوقت. نضيف الملح، دبس الرمان عليها. صارت عندي جاهزة هاي المقبلات، سهلة وبسيطة وطيبة، يعني لذاذة ما اقول لكم يعني ايش قد طيبة. زين هسه هذا الشكل صارت عندي جاهزة. راح نخليها بالكاسة مالنا، وبعدها بالاخير راح نخليها كلها مع بعض بطبق واحد. وهاي مقبلاتنا صارت جاهزة. راح نسوي مقبلات اللي بعده. هسه راح نسوي مقبلات الكنتاكي المشهورة، ويا الكنتاكي كلش طيبة. شنو اللي نحتاج هنا لهانة مقطعة بهذا الشكل بيضة، جزر، معلقة عسل، معلقة مايونيز، رشة ملح بسيطة صغيرة، وعصير برتقال راح ناخذ وياها. هسه راح نجيب الكاسة، راح نضيف اللهانة والجزر، راح نضيف العسل، راح نضيف المايونيز، معلقة طعام من المايونيز ومعلقة طعام من العسل، رشة ملح بسيطة لأن احنا ضفنا العسل، وراح نضيف معلقة إلى معلقتين من عصير برتقال. كملناها، راح نخلطها. إذا ما عندكم العسل تقدرون تضيفون السكر، يعني عادي ماكو أي مشكلة، بس شوفوا لي طعمها لما تاكلوها، يعني راح تأدمنون عليها لأنه كلش طيبة الصراحة. زين، فبهذا الشكل هسه صارت عندنا جاهزة. طبعا الكمية انتو تقدرون هم انا قلت لكم حسب اللي تريدون تسووه، يعني اكثر اقل انتو براحتكم، بس اني انطيكم فكرة للمقبلات. شوفوا، ولا احنا نحب كلش المقبلات نحبها، ولما نخليها بالثلاجة وبعد يعني يوم والثاني تصير باردة كلش طيبة. زين، فبهذا الشكل راح اخليها بالطبق. ساعدنا هذا الطبق وخليناها بهذا الطبق. طبعا بالاخير راح نخليهم كلهم بطبق واحد. وهذا مقبلاتنا الثانية. راح نرجع على اللي بعده. هسه المقبلات اللي بعدها، المقبلات هاي كلش طيبة وتصلح لأهل الدايت، حتى تقدرين تاخذيها كوجبة سحور، كلش طيبة، وبالإفطار همينة كلش طيبة إذا تاخذيها وجبة ما بعد الشوربة والتمرة وبعد الصلاة. زين، شنو اللي عندنا؟ فلفل أحمر، ذرة، فلفل أخضر، بصل أحمر أو أبيض، بقدونس أو كرفس، وعندنا حمص مسلوق. هنا عندنا عصير الليمون، ملح، وزيت الزيتون. هذا اللي نحتاجه فقط اليوم بالمقبلات هاي مالتنا، سهلة وبسيطة. هسه راح نخليه كلها مع بعض بالكاسة. نضيف عصير الليمون، نضيف رشة ملح،
ونضيف معلقة زيت الزيتون. وهاي صارت جاهزة مقبلاتنا لذيذة لذاذة. هاي يعني حتى بالسحور إذا تقدرين تسوين منها أو تسوي لك وتخليها بالثلاجة، لأن هي شقد تبرد شقد تطلع عندكم كل المقبلات إذا بردوا بالثلاجة يطلعون عندكم فتشي طعم رهيب. هسه راح نخليها بالصحن. وهذا طبقنا صار جاهز، راح نخليه على صفحة. وهسه عندنا مع مقبلات المعكرونية اللي كلش طيبة على الإفطار إلا من تكون كلش باردة كلش طيبة. هنا عندي كوب من المعكرونية مسلوقة، حبة طماطة، حبة خيارة، حبة فلفل أخضر، حبة جزرة وزيتون بدون نوى مقطع بهذا الشكل شرايح. زين، عندي معلقة طعام من الكاتشب مع عصير ليمونة، نص ليمونة أنا عصرتها. هنا عندي معلقة طعام من دبس الرمان، معلقة طعام من زيت الزيتون، رشة ملح ورشة نعناع مجفف. هذا اللي نحتاجه، بسيطة وسهلة. عندي هاي المقبلات راح ناخذهم نخلطهم كلهم مع بعض، كلهم مع بعض. عصير ليمون، معلقة طعام من زيت الزيتون، معلقة طعام من دبس الرمان، رشة ملح ورشة نعناع مجفف تنطيها طعم كلش طيب، ومعلقة طعام من الكاتشب. هاي اللي احتاجيناها، طريقة كلش سهلة كلش طيبة. راح نخلطهم مع بعض. شوفوا لي الالوان، شوفوا لي الالوان واحكموا انتو. هاي المعكرونية كلش احبها لانه كلش طيبة الصراحة، ولما تكون باردة وهيجي صار لها يومين بالثلاجة وتطلعيها تاكليها فالطعم رهيبة. هسه راح اخليها طبق التقديم. شوفوا لي هاي المقبلات اللذيذة، طبعا مقبلات كلش طيبة. هسه طبقنا شنو هو؟ راح نسوي تبولة الشمندر كلش طيبة وهمين صحية، وتصير الأهل الدايت اللي يريدون يعني ملتزمين ويريدون انه ياكلون مقبلات صحية كلش طيبة. هاي المقبلة، هاي التبولة اليوم اللي راح اسويها. عندي شمندر مسلوق او شوندر مسلوق، حبة طماطة، البقدونس ورمان، وعندي ملح، وعندي دبس الرمان، وعندي عصير الليمون، وعندي معلقتين من البرغل الناعم اللي راح نسوي بيه التبولة. اول ما راح نبدأ لازم ننقع احنا عندنا البرغل. ايش راح نسوي؟ راح نجي ناخذ عصير الليمون وننقع بيه البرغل الناعم مالتنا، تقريبا نقول 10 دقائق نقعنا. راح نخليه 10 دقائق ونرجع نكمل وياكم التبولة الشمندر. هسه بعد ما البرغل مالتي صار كلش لين، يعني نقعناه بالعصير الليمون مثل ما شفتوا. زين، هسه راح نجي نضيف، يعني هاي التبولة كلش سهلة وكلش بسيطة وطيبة بنفس الوقت. راح نضيف المكونات مع بعض. راح نضيف البرغل اللي نقعناه، نضيفه مع بعض. راح نضيف رشة ملح ودبس الرمان، راح ناخذ معلقة طعام وراح نخلطها مع بعض. هاي لذيذة، يعني كل المقبلات اليوم اللي أنا سويت لكم إياه وحدة أطيب من الثانية. جربوهم ما راح تندمون. يوميا سووا لكم نوعين أو نوع واحد حسب ما أنتم تحبون، حسب يعني أفراد العائلة. زين، شوفوا لي منظرها، شوفوا لي الشكل مالته. تريدون تكثرون من البرغل الناعم أنتم لكم الاختيار. هسه راح نخليها بطبق التقديم.
وهسه طبقنا هذا صار جاهز من التبولة بالشمندر. شوفوا لي اياها، طعمها لا يوصف. هسه عندنا الطبق الاخير اللي راح اسويه من هاي مقبلاتنا اليوم. 6 اطباق من المقبلات اليوم رهيبة، وان شاء الله راح انزل لكم همينة بعد من المقبلات حتى تستفادون من عندهم بشهر رمضان المبارك. هنا عندي مقبلات اللهانة او الملفوف الاحمر عندي او البنفسجي، اخذته من عنده قطعته. هنا عندي بقدونس ونعناع، نعناع فريش والبقدونس ترامته. هنا عندي فلفل اخضر، ذرة، وعندي جزر مبروش. هنا عندي صوص زيت الزيتون، عندي دبس الرمان، عندي ملح، شوية فلفل اسود راح اخذ، عندي خل ابيض، معلقة طعام من خل الابيض، ومعلقة طعام من عصير الليمون. هذا الصوص اللي اني راح احتاجه. عندنا هنا الكاسة، راح ناخذ المواد، خليه بالكاسة كلها. مقبلات راح تستفادون من عندهم، تريدون تخزنوا الفيديو تكتبوهم حتى يوميا تسووا لكم مثلا نوعين من المقبلات كلش طيبات. راح اضيف الخل الابيض، عصير ليمون، فلفل الاسود، شوية مو هواية، رشة ملح، دبس الرمان معلقة طعام، الزيتون معلقة طعام. كملنا، راح نخلطها كلها مع بعض. واني قلت لكم كل المقبلات تسووها قبل كل شيء، قبل الافطار، قبل ما تحضرون الافطار سووا المقبلات وخلوها بالثلاجة، لان يعني المقبلات ايش قد تكون باردة ايش قد تكون طيبة، يعني من وقت تسووها وتخلوها راح تنطيكم طعم رهيب. صار مقبلاتنا جاهزة. هسه كلهم راح اخليهم بطبق واحد وراح اشوفكم منظرهم الاخير. هاي الاطباق 6 اطباق من المقبلات. هسه طبقنا من المقبلات صار جاهز. شوفوا لي الالوان، شوفوا لي الشكل الرهيب. ان شاء الله حبيتوا الفيديو وحبيتوا الطرق ال6 اللي سويناها من المقبلات، اكيد راح تساعدكم بشهر رمضان المبارك، لانه انتم تريدون تحفظون فيديو، تريدون تكتبوهم، راح تفيدكم هاي المقبلات. مثلا يوميا تسووا لكم نوعين من المقبلات، وماكو صفرة بشهر رمضان المبارك اذا ما بيها المقبلات. المقبلات لازم تكون على الصفرة. وهذا طبقنا اليوم 6 انواع من المقبلات. هنا عندنا مقبلات الحمص، مقبلات المعكرونية، هنا عندي مقبلات اللي خاصة وكلش طيبة باللهانة والجزر مع الكنتاكي، شي رهيب. هنا أنا عندي التبولة بالشمندر، وهنا عندي الشمندر ويا الرمان، وهنا عندي اللهانة أو الملفوف الأحمر. وهاي أطباقنا. إن شاء الله حبيتوها واستفادتوا منها. لا تنسون اللايك، الاشتراك، وتشيرون الفيديو لأحبابكم أصدقائكم حتى هم همينة يسوون على شهر رمضان المبارك أو يحفظون الفيديو ويستفادون من عنده بشهر رمضان المبارك. وأنا أحبكم هواية. مع السلامة.